اللهم صل على النبي. والكميه اللي انتوا شايفينها دي يعني كنا بنغبس كديها يمكن 10 مرات والله العظيم. اللهم صل على النبي. لان طبعا ما كانش فيه طوابين اللي هي الطابونه بتاعه العيش، كنا بنخبز في الاسبوع مرتين. يوم الخميس نخبز عيش شمسي، ويوم الاثنين نخبز عيش بالتاو او عيش مرحرح اللي هو العيش المصري. ربات الخميره طبعا حطيت الكميه الدقيق اللي هي هنقول مثلا ربع الكميه او تلت الكميه اللي هنعجنها. يلا بينا هنعجن في عجينة الخير. وعايزة اقول لكم عجنا فيها كل المخبوزات. اللهم صل على النبي. طبعا دي الحلة الصغيرة مش الحلة اللي هي 25 كيلو، لان العجانة دي 25 كيلو. فدلوقتي عملوا فيها تحديثات كتير وبسم الله ما شاء الله وتغييرات. يعني بصوا ما تلقوهاش في عجانة غير في عجانة الخير. اللهم صل على النبي. والله العظيم مش اعلان. طبعا انتوا شايفين القنوات كلها كبيرة وصغيرة عملت ريفيو وجابت العجانة اللي انتوا شايفينها دي، مش ام حسام بس. فاللهم صل على النبي. العجانة تستاهل انك انت تتكلم عنها للي حابب يجيبها. طبعا ال 25 كيلو بتيجي وراها حله صغيره بتعجن من بدايه 2 كيلو. لو حابه تعجن 2 كيلو دقيق هتعجنيها في الحله اللي انتوا شايفينها دي. طب نثبتها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين بتيجي وراها قطعه تثبتي بيها الحله، سهله التركيب وسهله انك تفكيها بسرعه. حطينا كده الحله وثبتناها، وطبعا تركيبها سهل وفكها سهل. وانا عملت ريفيو ده انا عملت 4 ريفيوهات في 4 عجانات. انا الحمد لله وصلتني 4 عجانات من عجانات الخير، دي رقم 4 والله العظيم زي ما بقول لكم. فالحمد لله يعني بسم الله ما شاء الله. الشركة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. طبعا شركة محترمة والمعاملة بتاعتهم فوق الممتاز فوق الممتاز والله العظيم. يلا بينا كده نشوف الاضافات اللي ضفناها. احنا مش هنعمل ريفيو على العجانة، انا بس حبيت اقول لكم ان هي بتغبس كل المخبوزات وبتعجن كل المعجنات. اللهم صل على الحبيب المصطفى. زي ما انتم شايفين كده انا بنزل بالدقيق شويه بشويه، بتعامل مع العجانه دي كاني حد بيعجن، وانا قاعده كده بحط له الميه وبحط الدقيق. الدقيق ده ام حسين الدقيق ده فيه نفاخر على دقيق قمح على دقيق ذره والله العظيم. هو ده البتاو او هو ده فطير الذره. في يعني كرة بتسميه فطير الذره، وفي اللهم صل على النبي بلاد بتسميه عيش الذره بالتو الذره كده. يعني ليه؟ عشان هو بيبقى فيه نسبه ذره. الذره دي اللي هي الذره البيضاء اللي هي المبعرمه دي. تمام. العيش اللي بيتضاف له نسبه بسيطه من الذره، لان ما ينفعش تضيفي نسبه كبيره، هي نسبه بسيطه بس كده. الطبق اللي شفتوه بس عشان يعني انا وبمنتج فالكلام مش يعني كنت شايفين الطبق وانا بوريكم فرق الدقيق. يعني الكميه دي انا حاطه لها طبق بس دقيق ذره. العيش ده مش بيجب في الفرن، ولو جب في الفرن ما يبقاش بالتاو. ليه؟ هو بيتغرس كده، هتغرزيه بصوابعك كده زي ما انتم شايفين بصوابعك، تبلي ايدك بشويه ميه وتغرزي بيه. الفرن بتكون حاميه، وهو بيحب الفرن الحاميه العيش ده، وبيحب النار الشديدة من فوق عشان مش بيطول برضه، مش بياخد وقته في الفرن. لو خد وقته في الفرن بينشف وما بيطلعش جابب وحلو زي ما انتم شايفينه كده. اللهم صل على النبي. لو لقيت الفرن سخنة بتهدي النار. دي كانت اخر بتاوة في الفرن، دي كانت باردة شوية، لكن هوريك البتاوة التانية. بصوا دي حامية ازاي. ففي مكان في الفرن بيبقى بارد وفي مكان بيكون سخن. يعني ناخد العيش الحلو ده يتاكل بيه اي اكل، هو يتاكل حاف كده والله. ونروح على المطبخ. طبعا كنا عاملين غدا حلو خالص، هتشوفوه في القناة التانية. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.